بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اخواتي المتابعين الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. اشكر المتابعين، اشكر التفاعل، اشكركم على كل كلمة طيبة بتقولوها. اول حاجة عايز اعزي الرياضة المصرية في وفاة اللاعب محمد شوقي، ربنا يرحمه ويصبر اهله، واشكر كل اللعيبة وكل الجهات اللي حاولت تسعى ان هي تقدر تقدم واجب العزاء وتقدر تساعد زوجة اللاعب محمد شوقي واسرته وتساعد ابنه. اتمنى من الدكتور اشرف عبد الغفار وزير الصحة المصري انه يقدر يساعد اسرة المرحوم، وانه يقدر يعمل علاج على نفقة الدولة لابنه. احنا زي ما عرفنا وزي ما تابعنا هو عمل عمليه قلب مفتوح، نتمنى ان لو محتاج اي علاج يكون على نفقه الدوله. اشكر اللاعب محمد سمير، اشكر كل اللعيبه، اشكر النني ومحاولته مساعده اسره اللاعب. اي مبالغ ماليه هتتحط للاسره مش هتعوض الاسره عن وفاه محمد شوقي، ربنا يرحمه، ويا رب تبقى اخر الاحزان واخر الاهمال اللي بيحصل من اتحاد الكره. اتحاد الكره هو اللي بيبقى منظم المباريات، هو اللي منظم البطوله، هو المسؤول عن الملاعب، هو المفروض انه يتابع ويتاكد انه الانديه بتتفق مع هيئه الاسعاف المصريه انه في سيارات مجهزه. لازم الامور دي يبقى فيها استقرار، فيها نظام. ما ينفعش كده وروح اللاعب المصري انه تبقى الامور سهله، يلا هنلعب المباراه والامور كلها تمشي بالحب وبالود. لا، انت اعمل اللي عليك. طبعا ده مش هيمنع وقوع الاجل، لكن اعمل اللي عليك، جهز المكان، جهز العربيه، اعمل. حرام انه يبقى بنكرر نفس الخطا. الرياضه المصريه بتكرر نفس الخطا. يعني عرفت ان في حالات وفاه بتحصل، اتعلم، اعرف الملاعب اللي مش هتقدر او الانديه اللي مش هتقدر، لا حط عليها شروط انه لا خلاص المباراه ما يلعبهاش. المنظم المباراه لو هو المسؤول انه هو يجهز عربيه الاسعاف، انه هو اللي يبقى بالمنسق مع هيئه الاسعاف، يبقى ده يحصل. زي ما يبقى الانديه ولجنه المسابقات مسؤوله ان هي تنسق مع وزاره الداخليه التامين اللي بيحصل، يبقى برضه لازم يحصل تنسيق مع وزاره الصحه ومع هيئه الاسعاف ان يبقى ده موجود. لازم ده يبقى موجود. اتمنى ان ده ما يتكررش، واتمنى ان يكون اخر اللاعبين اللي تحصل ليهم المشاهد اللي حصلت مع محمد شوقي، اتمنى ان هي ما تتكررش مع اي لاعب، اذا كان في الدوري الممتاز، في دوري المحترفين، درجه ثالثه، درجه رابعه. اتمنى انه ما يحصلش وما يتكررش. ده شيء مهم. حبيت بس ان انا اقدم واجب العزاء قبل اي حاجه. الحاجات اللي انا عايز اكلمكم فيها في حاجتين مهمين يخصوا النادي الاهلي. اول حاجه اصابه اسامه ابو علي، اصابه بسيطه، يمكن كدمه في صابع رجله الصغير، يمكن كدمه بسيطه في وش القدم. الامور بسيطه. الاهلي عمل لاسامه ابو علي اشعه واثنين، وان شاء الله بكره كمان هيبقى فيه اشعه رنين. ان شاء الله تفضل الاصابه بنفس الصوره، وده معناه انه اذا خلاص هو ما لعبش مباراه الاتحاد يوم الجمعه، لا هيبقى موجود امام فريق استاد ابيجان، وان شاء الله يبقى موجود مع النادي الاهلي. ويبقى برضو درس للنادي الاهلي انه يبقى عامل حسابه ان ده ممكن يتكرر في اي وقت خلال الموسم، وان خلال الانتقالات الشتويه لازم ياخد النادي الاهلي مع كل قرار في وجود لاعب مهاجم يكون قوي يقدر يريح وسام، يقدر الاهلي يستغله. والخبر هنا انه ده فرصه كبيره لكهربا، ان كهربا يكون موجود في مباراه الاتحاد. اتمنى ان كولر يريح طاهر زي ما اتكلمت المره اللي فاتت، يريح طاهر بقاله مده متالق، محتاج ان ياخد هدنه عشان يقدر يكمل في المنافسات ويقدر يكون موجود ويقدر يكون رقم مهم في النادي الاهلي. كمان كهربا، بما اننا بنتكلم على كهربا وان كهربا لازم يمسك في الفرصه اذا جات له الفرصه في مباراه الاتحاد. كهربا سدد الغرامه اللي كانت فاضله للنادي الزمالك، اللي حوالي من 6 ل 7 مليون جنيه، سدد الغرامه والموضوع انتهى. يمكن كهربا اتاخر شويه، وكان من حق الزمالك انه يطلب حقه طالما الشيك ميعاده من شهر 4، انه يطلب حقه. وانه في الاخر برضه كهربا يمكن الظروف، يمكن المبالغ الكبيره اللي بيدفعها، يمكن كمان الغرامات اللي كانت توقعت عليه في بدايه الموسم، يمكن ده كله فرق. لكن الحمد لله ان الموضوع اتقفل. عشان نتكلم انه الاهلي كمان بيحاول يجدد مع الشناوي،
مش عايزكم تكونوا مقتنعين ان الشناوي قاعد يتشرط النهارده هو عايز 50 مليون في السنه، لا عايز 60. اللاعب اللي يرفض ملايين جايه له من اي دوري خليجي ثقوا تماما مش ده اللاعب اللي هيتشرط. اللاعب اللي كان عايز يتشرط كان يتشرط في فتره قبل ده، في عمر اصغر من ده، يقدر يتالق ويلعب في دوريات اكبر. يبقى ولا هتسمعوا ولا تتاكدوا ولا اي كلام ان عمرو السوليه هيتشرط على النادي الاهلي. النادي الاهلي لو اقتنع مع عمرو السوليه انه يبقى ده اخر موسم، هيبقى اخر موسم بالتراضي جدا، او يطلع على اي دوري خليجي او الدوري الليبي، لكن هيبقى بالتقدير والاحترام. محدش هيغلط غلطه حسام عاشور تاني، والشناوي متفاهم ده. عشان نطلع واحنا بنتكلم هنخش على وجود اللاعب مصطفى شوبير، وهو يبقى حارس مرمى ولا مش هو، طب عواد الاولى او عواد مش الاولى. هي في الاخر الكره وهي سهل قوي، هي صعبه جدا لانه قرار بيتاخد. الشناوي عنده مميزات طبعا، عواد عنده مميزات طبعا، وعواد بينافس في فتره من المنتخب، لكن الاهم الفتره اللي موجود فيها الشناوي، الموجود فيها الشناوي في النادي الاهلي وبينقل الخبره. بالطبيعي رقم كبير انه مصطفى شوبير يقدر ينافس ويقعد الشناوي مباريات. والكابتن حسام، وانا قلت لكم في الفيديو، شوبير كان معاه قبل ما عواد يبدا ينضم. شوبير كان موجود هو وحمزه علاء والشناوي. بالطبيعي لما اكون انا لاعب وكنت موجود معاك في المعسكر الاول والثاني، وفي لاعب لسه بينضم مهما كانت خبرته، بالطبيعي انا ليا الاولويه. ثانيا شوبير اللي بينافس على احسن لاعب داخل القاره مع الشحات وزيزو واحسن حارس مرمى، ده يستحق ان يحرس مباراه المنتخب، يستحق طبعا، وربنا كرمه تصدى تصدي رائع طبعا. لكن الفكره هنا انه يطلع الكابتن احمد سليمان يبدا ينتقد انه ليه عواد ما لعبش، او انه يقلل من شوبير. اولا هو مفيش دور لرئيس مجلس اداره او عضو مجلس اداره انه يقلل من اللاعب. انا كنت منتقد اللعيبه، وكنت منتقد اللعيبه اللي بتقول ان اللاعب مننا ب20، اللاعب من نادي الزمالك ب20. طيب نفس الفكره ونفس الطريقه انه يبقى مجلس الاداره واعضائه ولاعيبته هو نفس التفكير. شوف نفسك انت بس، ما تبصش على مين احسن. حتى ناصر ماهر وهو رايح وانه كان بيتكلم على فكره مين اللي فيه الاساطير، الزمالك فيه اساطير، الاهلي ما فيهوش اساطير. بحس دايما ان الخبر لازم يكون يخص فيه اللعيبه او يخص فيه حد من النادي الاهلي. ببقى حاسس ان هي فكره ترند اكتر. مين قال ان حسام حسن مش من حقه ان يختار هو عايز مين؟ طب ما حسام حسن شايف انه مش عايز حسين الشحات، هو حر. حسين الشحات اللي بينافس على احسن لاعب داخل القاره مش موجود. فتخيل كابتن خالد غندور كان بيقول اصل حسين الشحات عشان ما بيروحش المنتخب ما يستحقش يكون احسن جناح شمال في الدوري المصري عشان ما بيروحش، وانه صديق ابولا يكون لا. الامور ما بتمشيش كده وما بتتوزنش كده. اتمنى ان الكابتن احمد سليمان يعيد حساباته تاني، لانه لو لما يجي يقول انا مش عايز ابعت اللعيبه، طب هو الكابتن حسام نفسه هيبقى منين؟ ما انا انتقدت، منين هيبقى عنده ثقه ان لما تيجي تقول له تبعت لنادي تقول له انا عايز اللاعب ده، وانت بتبعت تقول له مصاب ان انت اللي قعده او انت مش عايز تبعته. انا كنت بنتقد الكابتن حسام حسن لما قلل من الفرق اللي قابلها النادي الاهلي او قابلها النادي الزمالك. اتمنى ان الامور تهدى وان الامور تبقى فيها استقرار في التصريحات عشان الامور تبقى ماشيه. ما ننساش نبارك لميكالي ولاحمد الكاس. ميكالي قدر قصاد ليبيا، حتى وليبيا ناقصه لاعب بعد حاله الطرد، قدر انه يفوز وقدر انه يفضل لسه في الجيم. احمد الكاس وانه قادر يرجع من 2-1 ل 3-2 ده انجاز كبير، ياكد انه المدربين المصريين فيهم خبره ويقدروا يوصلوا الروح ويقدروا يوصلوا الكلام. اتمنى لاحمد الكاس نهايه سعيده، واتمنى لميكالي المباراه الاخيره اللي هي بقت الصعود بقى قدام لعيبته وهم 90 دقيقه، اتمنى انه يقدر يركز قصاد تونس، اتمنى انه يقدر يعمل حاجه، واتمنى لاحمد الكاس يقدر قصاد المنتخب الليبي يقدر يحقق الفوز وهو كمان يصعد. الفرقتين فيهم شباب يقدروا يكونوا مستواهم كويس، يقدروا يمدوا المنتخب الكبير. ده كل اللي موجود معانا النهارده، وان شاء الله نكون قدرنا نقدم لكم فيديو خفيف في بعض المعلومات عن الاحداث اللي بتحصل في الشارع الرياضي المصري، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو جديد بكره. سلام.